اولمو لازم نكون عارفين انه اي لاعب في كرة القدم له خلينا نحكي تكلفة سنوية، مش قيمة انتقاله وشيء، له تكلفة سنوية. تكلفة سنوية بتشمل الراتب وبتشمل سعر انتقاله مقسم على عدد سنوات عقده. انتقل ب 55 مليون يورو مقسمة، المفترض انها تقسم على 6 سنوات، فبتختلف القيمة اللي بتتوزع على كل سنة. ولكن في قوانين الرابطة لانه عقده 6 سنوات، في قوانين الرابطة بتحكي لهم لا لازم يتوزع على 4 سنوات فقط، هيك القانون بيحكي. يعني عفوا نادي برشلونة 55 هيك يتوزع على 4 سنين، يتوزع على 4 سنين لانه هيك القوانين، مش لانه يعني النادي هو حر كم سنة يوقع. فخلينا نحكي لو قسمنا 55 مليون اللي هي قيمة انتقاله، طبعا هي 55 زائد 7 مليون حوافز، ولكن مش الرقم الكبير بدناش يعني نحطه في الحسبة. فبالتالي 55 مليون خلينا نحكي تقسم على 4 بيطلع معك تقريبا 14 مليون يورو. هاي تكلفة اللاعب السنوية خالد. هلا في راتبه اللي انت حكيت عنه اول شيء اللي هو 10 مليون يورو تقريبا، هو نفس الراتب اللي كان ياخذه مع لايبزيج. تمام. فبالتالي لو نجمعهم بيطلع معنا 24 مليون يورو، هي نفس الارقام اللي بنشوفها على الشاشه اللي بيحتاجها نادي برشلونه حتى انه يسجل